أهلا بيكم في بوابة العوالم الخفية. مش كل اسم بيوصف صاحبه، في أسماء بتخفي، بتقيد، بتبرمج روح كاملة على الصمت. النهاردة هفتح معاكم ملف طاقي ممنوع، ملف اسم بنت معانا طلبت مني أحلل ليه حياتها معكوسة. اسمها نور الهدى. الاسم اللي بيقول نور، لكن النور فيه محبوس، مربوط بخط مستقيم اسمه الهدى. هل الاسم ده بيكشف ولا بيخبي؟ بيكشفك ولا بيخبيكي؟ هل هو النعمة ولا سجن روحاني متغلف بكلام طيب؟ افتحي عينيكي التالتة وركزي، اللي جاي مش قراءة، دي بوابة طاقية بتتكلم لغة الأرواح. البنت اسمها نور الهدى، تاريخ الميلاد 13 أبريل 1996، شفرة مشفرة. هتفكيها دلوقتي، مش مجرد تحليل، ده فتح ملف طاقي عميق. أولا، اسم نور الهدى نور كاشف فاضح، مرآة روحية. النون طاقة الإحساس واللاوعي، ترمز للرسائل اللي بتيجي من وراء الحجب. الواو اتساع داخلي، لكنها كمان دائرة مغلقة بتجذب وبتحبس. والراء نار مكبوتة، غالبا لما يفهم خطأ، لكنها قوية نبوية. الكلام ده أنا فتشت عليه في كتب وجبت الخلاصة، يعني فككت الاسم وجبت الخلاصة. الكلام ده مش أوراق ولا أي حاجة، أنا مش ماسكة حاجة، أنا ماسكة كتاب بقرأ منه وبحلل البنت من مجموعة كتب حطيت لها التخزين أو الاختصار للكلام ده. قلنا الراء نار مكبوتة، غالبا ما يفهم خطأ، لكنها قوة نبوية. نور شخص يعرف أكثر مما يقول ويحترق بصمت. الهدى طريق مفروض تمشيه، بس مش من اختيارها. الهاء فتحة في بوابة أو جرح في الروح. الدال طاقة الالتزام والقدر المحتوم. الألف عودة للبداية بس بثمن. الهدى اتجاه مفروض، سر مخفي، دايما تحس إنها لازم ترضي شيء أو تتبع شيء حتى لو ما تعرفش مصدره. تركيب الاسم ده كله ضوء محاصر بخط مستقيم، نور ممنوع يتمدد. نروح دلوقتي للأبراج، نشوف برجها. هي برج الحمل، 13 أبريل ده برج الحمل، وبعد يوم ولادتي بيوم 1996. الشمس في الحمل، نار القيادة، الاستقلال، الانفجار الأول. لكن تاريخها في نهاية الثلث الثاني من البرج، يعني مش طفلة نارية عادية، هي الحمل اللي تعلم الهدوء بالعافية بعد ضياع وبكاء. هذا الحمل ما بيطلب، بيكتم، بس لما ينفجر بيهدم الكون اللي بناه بإيده. كأني بتكلم عن نفسي، بس كل واحدة وليها طاقتها من خلال اسمها ومن خلال ساعة الولادة، ومن خلال كل واحد، مش كل واحدة، من خلال ساعة الولادة، بلد الولادة، يعني حاجة يعني بتفرق من واحد لواحد، عشان كده احنا مختلفين عن بعض. نور الهدى مش من النوع اللي يتحمل الكذب، بس ما بتواجهش دايما، بتكتم وتستنى الكون ينتقم عنها. ثالث حاجة، طاقتها حسب الكواكب يوم ولادتها، تحليل مبني على يوم الولادة فقط والبرج الشمسي. يعني أنا ما عنديش معلومات عن بلد الولادة أو الوقت الولادة بتدقيق، عشان كده يا نور الهدى أنا ما عنديش خريطة الفلكية كاملة ليكي، فأنا يعني هحلل بس يوم الولادة من غير تفاصيل. تحليل مبني على يوم الولادة فقط والبرج الشمسي. الشمس في الحمل طاقة نارية بتدور في الحقيقة مهما كانت موجعة. القمر الغالب في هذا اليوم كان برج الجوزاء أو الثور، تغيير من الصباح والمساء. يعني انت لو تولدتي في الصباح بيكون برج
لو تولدتي في الليل بيكون برج، يعني يا إما ثور يا إما جوزاء. لو كان في الثور ده بيزود عنادها وخوفها من التغيير، بيخليها أو بيخليكي تربطي مصيرك بالاستقرار الزائف. لو في الجوزاء يبقى عندك عقل مزدوج وقلب بيقول شيء والعقل بيقطع عليه. بلوتو في القوس عندك جروح من الماضي الروحي، من الحياة السابقة أو من الطفولة، تبحث عن معنى أعلى لكنها دايما تصدم بالمادي. نيوتن في الجدي، أحلامك تحبس في قوالب تقليدية، دايما حد يقولك ما يصحش، عيب، مين قالك كده، يعني الناس بتتحكم فيكي. تقيا اسمك مع برك صراع بين القدر والإرادة، كل ما تمشي في اتجاه نورك يظهر صوت يقول ارجعي، كل ما تمشي في اتجاه نورك يظهر صوت يقولك ارجعي، التزمي، دي مش انتي. كل ما تحاولي تكوني حرة الحياة تربطك بمسؤولية مش بتاعتك. الرسالة الأخيرة لنور الهدى، انتي مش مكسورة، انتي مقفولة بإحكام علشان لما تتفتحي العالم يتغير. بس قبل ما تنوري الناس لازم تنوري روحك. حرري الهدى اللي جواكي من القيود، خلي النور يتمدد دون خجل. اسمك بوابة لكن مفتاحها مش عند الناس، مفتاحها فيكي. انا عملت لك شوية حاجات عشان افك النحس او العكوسات اللي عندك. عملت لك كود بلس، يعني انا بعدين لما اوصله انا هقولك. انا جايبة ورقة وقلم علشان تكتب الحاجات دي. الخطوة الجاية دلوقتي هنعمل نور هدى بطاقة تقية سرية تقدر تستخدمها أو تستخدمي لها لتحضير اسم من العقد وتفعيل نورك الداخلي بدون تقييد. يعني أنا الكلام ده كاتباه، أوكي، أنا بقرأ اللي أنا كاتباه وخطي وحش، يعني استحمليني يا نور الهدى بليز. بطاقة فك اسم نور الهدى دي كلمات ما بتقراش عادي، كلمات بتقرأ بنية انك توقظي الوعي، لكود لإيقاظ الوعي. الاسم الحالي نور الهدى، الطاقة المقيدة نور موجه بالإكراه، الخلل طاقة ملقاة على عاتقك منذ الطفولة بدل ما تختبر بإرادتك. المظهر الخارجي هدوء لطف والتزام، الحقيقة الداخلية نار روحية تنتظر الانطلاق. النية باي ذا واي انا هغير لك اسمك مؤقتا، اوكي، مش لازم يبقى نور الهدى ده لمدة معينة، انا فاكرة اني كاتبة الحاجات دي. اوكي، النية السرية لفك الشفرة، انا الان استبعد حقي في النور. انتي قولي النية دي، انا الان استعيد حقي في النور دون ان يفرض علي كيف اضيء. انا اهدي نفسي، انا اختار الهدى الذي ينبع من قلبي لا من الخوف. انا احرر نفسي من كل عهد لم اوقعه، واعيد توجيه النور الى الداخل ثم الخارج. انا الان استعيد حقي في النور. اكتبي الكلام ده يا نور الهدى. انا الان استعيد سوري، مش هعمل مونتاج علشان عندي ليل ووقت ضيق جدا، فانا هنزلك الفيديو زي ما هو. لو في اي كلام غلط انا هعيده علشان ما اكونش قلت حاجة غلط وتتكتب غلط او تتفهم غلط. اوكي، النية دي سرية لفك الشفرة، ما تقوليهاش لحد من اللي حواليكي، دي ليكي انت بس باسمك وبتاريخ ميلادك. اوكي، انا الان اكتبي، أنا الآن أستعيد حقي في النور دون أن يفرض علي كيف أضيء. أنا أهدي نفسي، أنا أختار الهدى الذي ينبع من قلبي لا من خوف. أنا أحرر اسمي من كل عهد لم أوقعه، وأعيد توجيه النور إلى الداخل ثم الخارج. تقرأ 3 مرات على شمعة بيضاء مع تكرار اسمك بعد كل سطر. يعني أنا الآن أستعيد حقي في النور، نور الهدى، دون أن يفرض علي كيف أضيء نور الهدى. أنا أهدي نفسي كده، مش عايزة أعمل
هتقريها 3 مرات وانتي مولعة شمعة زي كده وقاعدة جنبها وماسكة الورقة اللي انت كتبتي فيها، وتعيدي الأسطر دي كل سطر هتقولي وراه نور الهدى. اوكي. بعد كده عندك اسم طاقي بديل مؤقت لتفعيل التوازن. نهى النور هو ده اسمك. هتبقي تقولي لنفسك يعني جواكي على نيتك او كاسم رمزي في التأملات وانتي يعني انا فلانة، يعني انا نهى النور، انا بكرة هعمل كذا وكذا، يعني وانتي بتتأملي قبل ما تنامي، انتي بتنوي حاجة هتعمليها، هتبقى مش اسمك نور الهدى، انتي هتكلمي نفسك انا فلانة، انا نهى النور. يستخدم داخل نيتك كاسم رمزي في التأملات. نهى العقل الواعي، النور طاقة الكشف. يعني لازم بينك وبين نفسك تغيري اسمك مؤقتا. طقس التفعيل بسيط وسري. أجلس في مكان هادئ مساء، شمعة بيضاء، كأس مياه فيها ملح، يعني جيبي ما فيه ملح وجيبي شمعة عشان تفعلي الاسم ده. أوكي. اكتبي اسمك كامل في ورقة، نور الهدى. اقلبي الورقة واكتبي أنا أعيد تعميد اسمي بنوري. يعني الطقس تفعيل، اجلسي في مكان هادي مساء، مفيهوش ضجيج، مفيش ناس حواليكي، جيبي شمعة بيضة وكاس مية وفيه ملح، اكتبي اسمك كامل على ورقة اللي هو نور الهدى، اقلبي الورقة واكتبي أنا أعيد تعميد اسمي بنوري. ضعي إصبعك السبابة على الكلمة الأخيرة وكرري النية 3 مرات. يعني هتحطي إصبعك على على كلمة بنوري، اسمي بنوري، وهتعيدي وتكرري النية دي 3 مرات اللي قلناها قبل كده، انك تعيدي تعميد نفسك. وانفخي على الشمعة ودفني الورقة تحت شجرة او تحت وسادتك ل3 ليالي. اوكي. ونيتك دلوقتي انت اسمك هدى النور، واسم نور هدى ده هتقلبيه وتحطي اسمك وتحطي صباعك السبابة على أعيد تعميد هذا اسمي بنوري، يعني على بنوري، وتعيدي الكلام ده 3 مرات، يعني أعيد تعميد اسمي بنوري. يا رب يكون بشرح كويس علشان أنا بجد مش عايزة أطول الفيديو، وكمان عايزك تعملي الطقس ده يعني بطريقة كويسة. طيب دلوقتي أنا هعملك الختم الطاقي لاسم نور الهدى، ولازم تعمليه بعد ما تفعلي النية اللي قلناه من شوية. يعني تعملي الحاجات دي أولا وتنوي إنك تفعلي الختم الطاقي. الرمز بتاعك هيكون كده. هتعملي، مش عارفة الورقة باينة ولا لأ، هتعملي زجزاج زي البرق كده. اوكي. هتعملي شكل هلال، ممكن ارسلهولك مكتوب. هتعملي كده كأنك فتحتي قوس كده، تكتبي نور الهدى. هتقفلي تاني وبالهلال بتاعك والزجزاج او البرق ده تاني. ده الختم الطاقي بتاعك. الرمز ده بيحبس الطاقات السلبية ويحرر النور الداخلي. لما يكتب أو يرسم على ورقة أو جسم بماء ورد أو حبر مؤقت. يعني تجيبي قلم وتكتبيه كده في إيدك هنا
تحت باطك، مش تحت باطك يعني في دراعك، تحت في دراعك من ورا، يا إما بحبر روحي اللي هو مسك ومية ورد وزعفران، وتجيبي قلم مثل شو اسمه قصب تكتبي بيه، أو تكتبيه بدا يعني بقلم عادي، ولا ترسميه على ورقة وتحطيه تحت مخدتك 3 ليالي. وهتكتبي معاه كود الحماية اللي هو 3 4 4 1 1 2 ANKH. هذا هو كود الحماية. يعني انت هتكتبي الرمز ده وتكتبي معاه ده، او لو انت مش عايزة تكتبيهم، لا هو اكتبيه احسن، وكرري الرمز ده في ذهنك 3 مرات. وكل ما تحسي انك انت ضايعة او انك عندك رؤية مظلمة للحياة وعايزة تعيدي التوازن بتاعك، هتكرري الرمز ده ذهنيا، يعني بس تقولي 3 4 4 1 1 2 ANKH، واكتبي ده في دراعك ومعاه ده. يوم اللي تكتبي ده او في الورقة هتكتبيهم مع بعض بحبر سري او بحبر عادي، وتحطيهم تحت المخدة او تدفنيها تحت شجرة او تكتبيها في دراعك زي كده. اوكي، المعنى الكود ده 3 4 4 بوابة الروح، 112 ونور مزدوج، ال ANKH ده رمز الحياة الأبدية. اوكي، انتي دلوقتي شايفينك ازاي في عالم الأرواح، انك بنت بتمشي لوحدها في طريق مظلم وشايلة فانوس في ايديها، لكن النور ده مش ماشي قدامك، النور ماشي وراكي. انتي شايلة فانوس كده في ايدك بس النور من ورا، وكل ما تبصي وراكي النور بيختفي، كل ما تمشي بثقة النور بيزيد. يعني لو شفتي وراكي عايزة، يعني احنا بنقول لو شوف ورايا ولا شوف تحت رجليا، يعني كل ما تشوفي وراكي الماضي والحاجات اللي ممكن تشدك لورا النور ده بيختفي. بس لما تمشي قدامك بثقة ومثابرة فالنور ده بيزيد، يعني حياتك بتنور زيادة. خليكي ماشية لقدام، ما تبصيش وراكي ولا تبصي تحت رجليكي. فالرمز ده هو حقيقتك يا نور الهدى، لأن الهدى لا يرى بل يصنع. فهنا عندك هنا عبارة سرية ليكي لوحدك، وليست للجمهور اللي بيشوف معنا. خليها بينك وبين نفسك. اللي ربطوا اسمي بالطاقة نسوا إن النور، والنور ما ينربط. اللي ربطوا اسمي بالطاقة، كرريها مع نفسك اوكي، اللي ربطوا اسمي بالطاقة نسوا إن النور، والنور ما ينربط. من اللحظة دي نور الهدى ما عادتش محاصرة باسمها، اوكي؟ اعتبري نور الهدى دي الاسم ده ما عادش مضيعك. أصبحت النور اللي يخلق الهدى، مش الهدى اللي يفرض عليه النور. خلاص هنا احنا وصلنا لآخر الفيديو. بتمنى يا نور الهدى يكون الفيديو ده فيه فايدة ليكي، وكون ما طولتش عليكي ومفهوم. لو في اي حاجة انت عايزاها وما فهمتيهاش قوليلي، انا هعيد اكتبهم لك رسائل في التعليق. شكرا لكم اللي شافوا معاني الفيديو وما كانوش اسمهم نور الهدى. ولو حابب اشوف لك خريطتك الفلكية ابعت لي تاريخ ميلادك، اسمك، تاريخ ميلادك، مكان الولادة، ساعة الولادة بالتدقيق، او لو ما كنتش متأكد مش اسم حقيقي بس اسم مستعار مثل بنت
انت اسمك مريم سميها فاطمة مثلا، اسمك خالد سمي نفسك طارق مثلا، عشان اعرف هو بنت ولا ولد، عشان برج الاولاد غير برج البنات. فابعتوا لي الحاجات اللي طلبتها دي، وانا اعمل لكم تحليل شامل لخريطتكم الفلكية، وممكن حتى اعمل لكم رسائل مشفرة لكم، مش مشفرة actually it's يعني exclusive، يعني لكم انتم بس. اوكي، اتمنى انه الفيديو ده يكون قصير وينال اعجابكم. شكرا لكم، واشوفكم فيديو تاني.